نقطة تانية ودي نصيحتي اللي دايما بقدمها للناس اللي بتدخل في اي مجال، في مجال الاي تي جديد، او بتشتغل لسه ناس فريش، او حتى ناس عندها اكسبيرينس ومش اوير بالجزئية ديت، ان انت دورك الاساسي او مهم جدا ان انت لما بتدخل انفايرمنت انت بتحاول تشوف ايه الجابس اللي موجوده. ويمكن دي الحاجه اللي يمكن اللي كانت بتديني ميزه كبيره في شركات كتير وفي شغل كتير انا اشتغلته في حياتي عن غيري، هي ان انا بجنب شغلي وبجنب التاسكس اللي انا بعملها، الديلي تاسكس اللي انا بعملها او السكوب اللي انا بشتغل فيه، ان انا دايما بدور ايه الجابس اللي موجوده في المكان اللي انا شغال فيه. ممكن تكون الجابس دي تكنيكال، ممكن تكون محتاجه سوليوشن معين، ممكن تكون محتاجه تغيير معين، وممكن تكون في الاوبريشنز، ممكن تكون محتاجه في تغيير في العمليات او الديلي اوبريشن تاسكس اللي بتتعمل بتغيير معين ينهانس او يمبروف البروسيس بشكل معين.